حافظ عليهم وبهني طبعا ايهاب، وطبعا بقول له حسام هارد لك قضيت مباراه كويسه. كابتن عبد الحليم، ليه اداء امبي ارتفع في اداء امبي هبط في الشوط الثاني في مقابل الارتفاع في المستوى للمصري في الشوط الثاني، ورغم كده المصري ما قدرش يعادل النتيجه على الاقل. المعدل البدني 1 زائد 1 يساوي 2. امبي في الشوط الثاني، واللي طلع على الكلام ده كابتن ايهاب قال لك انا لعبت 3 ماتشات قبل كده فيهم معدل بدني جبنيك جري كتير، فبالتالي المعدل البدني عند امبي قل بنسبه، انا عايز اقول لك بنسبه 100%. تخيل انت لما تنهي في الشوط الثاني بنسبه 100% المعدل البدني قل. دي جزئين فيما يخص امبي. فيما يخص المصري المعدل البدني بتاعهم احنا عارفين ان هم المعدل البدني بتاعهم عالي. ده على مدار الموسمين اللي فاتوا مع وجود كابتن حسام حسن معاهم، فبالتالي المعدل البدني قل هنا بنسبه كبيره وزاد هنا بنسبه كبيره. ليه المصري ما رجعش؟ عشان انت عندك عناصر كتير جدا مش موجوده في تيم المصري النهارده. عندك عناصر خبرتها قليله في قلب الملعب. الكوره دي ضاعت ازاي؟ لا هاتها تاني مره يا وليد. يعني عماد السيد شالها من على الخط، ما اعرفش لعيب النادي المصري ما اعرفش عملها كده ازاي. احمد جمعه يعني الراجل ده يخش بجسمك وبقلبك وكل حاجه. انصافا للحق يعني الكره جت قدام صلاح محسن برضه في قصبه رجله والجون فاضي ما حطهاش، فدي توازي دي عايز اي حاجه. عايز اي حاجه بس ينزل رد فعل. عايز رد فعل اقوى من كده، بس ده ما يمنعش ان جمعه شاطر يعني من المهاجمين الكويسين بصراحه، مميزين كمان. فيرود انا بقول لك فيرود عنده امكانيات بدنيه قويه، هو اكتسب خبرات الفتره اللي فاتت بكتر لعبه والثقه اللي بيديها له حسام حسن في المصري. هو مكتسب دي من الماتشات اللي لعبها. وتعرف ان احمد جمعه ما كانش بيلعب في المكان ده بصفه اساسيه. احمد جمعه اعتقد كان في الشرطه او في الداخليه، كان في الشرطه على ما اعتقد معانا الموسمين اللي انا كنت شغال فيهم. هو ما كانش فيرود بصفه اساسيه، بس طبعا الملكه اللي اداها له اللي عنده واللي زودها كابتن حسام زودت عنده الكلام ده كله. المصري ما قدرش يرجع عشان عنده عناصر خبرتها قليله في قلب الملعب، عنده عناصر اللي عندها الخبرات الكبيره مش موجوده داخل الملعب، هو عنده عناصر بتجري بشكل كويس. هو حتى عمل شيء كويس جدا في الاخر، هو ثبت لك الثلاثه اللي قدام. عمل تغييرتين، الثلاثه الريتم بتاعهم قريب من بعض. الثلاثه اللي قدامك الريتم بتاعهم قريب من بعض، فبالتالي هو ثبتهم بصفه اساسيه. بثبتهم ليه؟ عشان هو راجل في المقام الاول بيعتمد او هيعتمد على ثابته معينه، هيعتمد على عرضيه معينه. غير كده هم ما فيش الخبرات، هم تحس ان هم من البدايه خالص مع برضه وقفه انبي بشكل مناسب ما عرفوش يرجعوا بالشكل المناسب، مع في فرص هم ما كانوش تقال فيها او خبرتهم قليله فيها ما قدروش يرجعوا. انما ده لا يقل خالص ان الشوط الثاني من وجهه نظري شوط بنسبه 100% للنادي المصري. هارد لك النهارده المصري انبي ادى اداء قوي جدا الشوط الاولاني، المصري ادى اداء قوي الشوط الثاني، انما انبي بخبراته رجع للمباراه وكسب المباراه. مبروك عليهم 3 نقاط. صحيح. يمكن اتكلمنا عن هدفي انبي بين شوطي هذا اللقاء، فاللي ما كانش موجود معانا هنحلل مره ثانيه اهداف انبي، هدفي انبي جاب 3 اهداف يا ابراهيم. 3 اهداف مع الراجل كابتن ايهاب قال لك احنا عملنا كل حاجه في الكوره، جبنا جوان في نفسنا وجبنا جوان لينا. فهنحلل مع حضراتكم الهدفين بتوع امبي. كابتن فاروق حلل هدف المصري اللي هو الهدف الذاتي مع كابتن هشام. كابتن هشام هحلل معاك الهدف الاولاني لامبي وتحرك صلاح محسن والكره الطوليه اللي اتعملت في العمق. اتفضل يا كابتن هشام. طبعا يعني مبروك لامبي النهارده اللي حصد ال3 نقاط او وفوزه بالمباراه، ودي نقلته للمركز الرابع 24 نقطه تحت المصري على طول 27 نقطه. لسه طبعا يتبقى الزمالك هيلعب بكره مع المقاولين اللي هو في المركز الرابع والخامس اصلا يعني. فبكره هتبقى برضه مش بكره، يوم الثلاث الزمالك والمقاولين، مباراه صعبه جدا يعني. الهدف زي ما اتفقنا في الشوط الاولاني اهي، هو كان في ضغط. لو هنجيب بقى الصوره يا كابتن ناجي ويا وليد من البدايه الضغط، وهو رسمنا كيفيه الضغط من حسام حسن اهو من اول هنا. هو عمل ضغط وعمل رقابه مان تو مان مع كل لعيبه، ما بقاش عند غير رامي او صلاح سليمان ان هو يعمل الكره الطوليه الريسك طبعا، اللي هو خلاص هو ده الحل الوحيد اللي موجود دلوقتي قدامه، ان هو يعمل كره طوليه. عارف امكانيات صلاح محسن، عارف امكانياته وعارف ان هو بيقدر يهرب على الاطراف. دفاع متقدم. وكوفي تحس ان هو بيبحر يعني مش بيجري. لا لان هو كان باصص على الكوره ومش شايف
صلاح محسن فين؟ ما دي برضه غلطه كوفي، لان هو لو هو مراقب كويس قوي الكوره وشايف هو المان بتاعه فين صلاح محسن كان اعتقد على الاقل حتى عشان ياخد الستارت بتاع الجري على مرحلتين اعتمد على ان حارس المرمى هيخرج فهي دي، وبعد كده راح مكمل جري. هنشوف بعد ما هنشوفها هنا. ما اعتمدش غير على نفسه. هنا هو باصص على الكوره يعني لو الكادر طالما الحارس ما كلمنيش خلاص. بص بالظبط. بص يعني هنا هي كمل يا كابتن، واحده واحده حتى على الاقل لو نعرف نجيبها يا وليد، لو نعرف نجيبها وهي ماشيه اهو، هو باصص على الكوره فعبال ما خد التيرن ولف الثاني عنده استعداد خلاص، هو عنده الستارت. ودايما في السبق اللي بياخد الستارت الاولاني خلاص بيسبق، فهو خد الستارت ورايح الكره ومقدر الكره رايحه فين. انا بقى مش فاهم هو هدي هنا ليه؟ بص الفرق عمل ايه؟ هنا هدي اعتمد على وبعدين زي ما قال كابتن فاروق ان حارس هيطلع طبعا، محمود هيطلع، فبالتالي ما عرفش حتى كان ممكن يعمل تاكلينج يا كابتن في الاخر، يحاول يزحلق، بس لو اتزحلق كان ممكن يعني يعمل المحاوله ان هو ياخد الكوره يعني. لكن هنا السرعات طبعا اكيد كانت لصلاح محسن، وهايل وترقيصه كويس قوي، وشايف ورايح وعارف بكل ثقه هيعمل ايه. في لعيبه على فكره في حاجه زي دي ممكن يعمل ايه. بص هو بقى بص للكوره يعني ممكن دي تعطله، وراح وشاف الحارس المرمى طبعا طالع ورقص وخد القرار بالترقيص وقافل بطن رجله حتى كمان. طبعا عملها بشكل كويس جدا، يعني هدف من الاهداف الرائعه اكيد لفريق امبي. شفت عبد الحليم هيعملها من فوق يعني عبد الحليم لو كان هيجري في السبرنت ده انت عايز تقول كده ولا يعمل ايه ولا طبعا عايزين حتى لو الهدف هشام يتكلم على الهدف الثاني او عبد الحليم، عايزين نشوف ان صناعه الهدف من الثلث الاخير وهو امبي بيدافع. هي دي في اللحظه دي هي دي امبي بيدافع وبيصنع المدافع بيصنع الهدف يعني. بص هنا ده برضه الدفاع برضه مجدي هو خلاص الكوره دي مش تسلل على فكره، الكوره دي مش تسلل، الكوره دي مش تسلل، احنا اثبتناها بقى باكتر من زاويه بعد مجهود يعني صعب جدا. الحقيقه بشكر زمايلنا في الكنترول، الكوره دي مش تسلل، ده هدف صحيح، عمل مجهود كبير جدا. بص يا كابتن، بص يا ابراهيم منين من تلت الاخير في الملعب صح كده. كم واحد بيدافع بقى يا كابتن؟ مفيش اثنين، لا كم واحد بيدافع من فريق امبي؟ حوالي 7 بالظبط، بحوالي 7 لعيبه يعني هتلاقي 7 تبع. بص يا كابتن هنا بص الدفاع متاخر ازاي، بس عنده الحل يعني اللي فتح له الحل هو المهاجم صلاح، هو اللي هتلاقيه نادى عليه وهو شاف المساحه دي وراح حاطط له الكوره. ده محمد مجدي ويحط له الكوره وجاي قاطع يعني طبعا بشكل كبير ما فيهاش تسلل يعني بشكل كبير لما شفناها ما فيهاش تسلل. انا هحلل الجون لكن تحلل يعني بس عايز اقول بقى ان طلع مهاري ان هو شاط الكره في القريبه، لو ادى الكره في البعيده تبقى افضل لحارس المرمى، يدي المرمى فرصه في الوقت وان هو ياخد وضع تشريحي افضل، لكن شاطها له في الضيقه، والضيقه دي هي اللي صنعت او خلت حارس المرمى يروح متاخر وجه منها الهدف. اتفضل يا كابتن عبد الله. انت عايز تقول حاجه؟ والله ما نحرمك من حاجه. والله عايز تقول حاجه والله. لا والله والله عايز تقول حاجه. مش هقول. كنت عايز بس اقول مش هقول حاجه. والله عايز تقول. فاكر انت اللي اقول اتفضل خلاص ضربه الجزاء والله عايز تقولها. قول. تخيل انا لو ضحكت والله العظيم هفصل، مش هعرف اخش جوه. والله حلو والله اللي هي برضه. اتفضل. الهدف الاولاني برضه هشارك فيه مع الكباتن يعني. الهدف الاولاني صناعه ديفنس، طبعا وقلنا الكلام ده بالتحرير يا كابتن فاروق، قلنا ان انت عشان تضرب التكتل او الضغط الامامي ده، يا عندك لعبه في نص الملعب يقدروا يلفوا بالكره بشكل كويس فيضربوا لك الضغط ده كله بلعبه واحده، يا اما زي اللعبه اللي اتلعبت دي هي فيها توفيق جديد جدا من اللي لعبها. اللي لعبها مين؟ هو على فكره انا جايب جون زي رامي. بص جايب جون زي ده نفس السرعه دي وبس في المقص فوق يعني. عايز اقول لك اللعبه بتاعت رامي يا هشام، اللعبه بتاعت رامي حتى ليه عنده حاسه انها هتطب فين وتروح فين. لا 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 قوه. انت عايز تربط ايه بالهدف الاولاني بالهدف الثاني؟ الهدف الاولاني بالهدف الثاني السرعات في العمق، السرعات في عمق الملعب، وعايز اربط في عمق الملعب، وعايز اربط ان المصري لما طلع على نص الملعب عشان يعمل الضغط الامامي اتضرب بلعبه واحده. ما فيهاش بقى الحارس المرمى يطلع، لا الحارس المرمى ما يطلعش المسافه دي كلها، مع التوفيق بتاعت رامي صبري انه يحطها في المكان ده والطب ما تاخدش المسافه اللي تروح لحارس. حمدي بيتهيألي ده حمدي فتحي. حمدي هو كان فيها مميز وحطها بسلاسه كبيره جدا. طبت ورا طبعا اللعبه الاولانيه دي يا ابراهيم صلاح خطف فيها برضه كوفي، خد الخطوه اللي هي في الهدف الثاني اللي انا هقول لك عليه اللي احنا اتكلمنا فيها بعد الهوا بين الشوطين. فصلاح خطف الخطوه خلاص طلع كوفي بره اللعبه، لان كوفي خطف معاه الخطوه راح لف بقى السرعه بتاعته فرقت 3 4 خطوات. طب اتفضل الجون الثاني هو معاك. طب نرجع من بدايته بعد اذنك. الجون الثاني ماشي هي من هنا اهي ماشي لنا كده. خلي بالك في حاله ماشي عايزين اعاده ثانيه
كان صلاح محسن بيخطف في السرد باك فيها. هات لنا الاعاده اللي من الخلف، اللي من ورا يا وليد، اللي احنا فيها حطينا الخط الواحد. صلاح محسن بيعمل ايه يا ابراهيم؟ بيخطف قبل كده يا وليد، قبل كده يا وليد. برافو عليك يا ابراهيم. بيخطف من قدام السرد باكين وبيعمل ليه تيرن. الخطوه دي يا ابراهيم بتضرب بتضرب اي دفاعات في العالم، مش في مصر. طالما خطف السرد باك بالخطوه خلاص. وده صلاح متميز في دي، ودي ميزه الفيرود محترم. انا خطفت الخطوتين مع سرعات، استناني بقى اللي يجي لي دوت، عقبال ما يجي لي اكون انا ايه، رحت للجون وجبت جون وقعدت شربت شاي زي ما بيقولوا. فصلاح محسن عمل كده، خطف كوفي راح واخد لف من قدام السرد باكين. انا لحد دلوقتي شفتش الاعاده اللي احنا طلبناها. انا جبت كل الاعادات اللي في الدنيا ما عدا الاعاده اللي احنا طلبناها. ارجع بقى يا وليد، ارجع يا وليد، ارجع يا وليد. ارجع كمان. ماشي ابتدي. بص اقف هنا. بص صلاح محسن هنا ما بيجريش كتره يا كابتن فاروق، يعني مش وشه لا، ده ظهره وهو بيعمل ليه تيرن. ده معناه انه خط، برافو، وشه في الملعب. ده معناه ان هو خطف الخطوتين دول. الخطوتين دول هم اللي عملوا الفرق واللي طلعوا كوفي وخلى الاوفسايد ما بقاش. الجون الاولاني كده برضه. بص الخطوتين دول يبينوا لك ان في 3 خطوات بينه وبين كوفي على الاقل. سرق المدافعين. برافو عليك. كمل بقى وليد. هو كمان الميزه ان هو اخد كوفي عكس اتجاهه فخرجه بره الملعب، ودي كمان اللعبه الثانيه. اقف هنا. اللعبه الثانيه الزقه اللي بدماغه دي يا ابراهيم. الزقه اللي بدماغه دي مهمه جدا. هو رايح بيزق يا كابتن فاروق وعارف هيروح فين. التحضير هو بيزق بدماغه يا ابراهيم وعارف هو رايح فين، وبعد ما يزق بدماغه